السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حسام ميدو كان بيقول لك اشمعنى الزمالك؟ اشمعنى الزمالك؟ ليه بتفرغوا الزمالك؟ طب ما أنا قادر معايا شيكات مفتوحة وقادر أجيب لعيبة من الأهلي، بس دي مش سياستنا. طيب تعالوا نخلي ميدو يرد على ميدو. تعالوا اسمعوا معايا كده، هو هيرد على نفسه. اسمعوا ونرجع نكمل مع بعض تاني. موضوع عبد الله السعيد موضوع شائك، ولكن المستفيد الاكبر فيما حدث هو نادي الزمالك. جميل. لان نادي الزمالك ضيع على النادي الاهلي لعيب. الاهلي كان بيستفيد منه بشكل جيد جدا فنيا، ولعيب عنده خبرات كبيره جدا، ولعيب هيبقى صعب جدا على الاهلي تعويضه. امم و... و... وفي نفس الوقت الزمالك استفاد ماديا بشكل كبير جدا من موضوع عبد الله السعيد امم في اللي جاي. في اللي جاي، امم حتى يتنازل عن ايقاف عبد الله امم السعيد. امم استفاد بشكل كبير جدا. حلو. فخلينا نقول ان مجلس الاداره بتاعت الزمالك ومرتضى منصور في موضوع عبد الله السعيد امم لا، طلعوا معلمين. امم طلعوا معلمين قوي يعني. طب كانوا هيبقوا معلمين اكتر لو كانوا صبروا اسبوعين واللعيب كان بقى في الزمالك. كان ممكن في رايي ان الافصاح عن الاسم والصفقه وكده كان سبب رئيسي في ان اللعيب ممكن يضيع من الزمالك فنيا، ولكن امم كده كده الزمالك كسبان. حلو. الزمالك كسبان قوي امم من موضوع عبد الله السعيد ده. ماشي. والاهلي خسر كتير. امم الاهلي خسر كتير. طبعا. خسر آه، اهم لعيب في مصر، اهم لعيب في صفوفه كمان. لعيب صعب تعويضه طبعا. على المستوى الفني. الكلام ده كريم قبل ما الاهلي يلخبط انا قلته. امم قلته في كل حته امم ان غياب عبد الله السعيد عن الاهلي هيفرق. هيفرق كتير مع الاهلي. الاهلي قوته في النظام السيستم اللي موجود جوه الملعب، امم وكان عنده ثلاثه قدام جامدين جدا: عبد الله السعيد وازارو واجاييه. زي ما سمعتوا كده مع بعض، ميدو اللي بيقول لك اشمعنى الزمالك، واللي بيقول لك انا معايا شيكات مفتوحه وعندي استعداد امضي لعيبه من الاهلي، وبس دي مش سياستنا، انا اجيب اللي انا محتاجه. هو يا سبحان الله، يا سبحان الله، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. هو اللي بيقول لك الزمالك خد عبد الله السعيد من الاهلي واضعفه، و... وان دي كانت حركه معلمه من المستشار مرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك، لان كان صعب على النادي الاهلي في الفتره دي تعويض عبد الله السعيد. يعني يا كابتن ميدو، حضرتك شايف ان المستشار مرتضى منصور ووصفته هو مجلس الاداره بالمعلم. ليه معلم؟ عشان عرف ياخد عبد الله السعيد، كان اقوى عنصر ساعتها في النادي الاهلي، خده من النادي الاهلي وحرم النادي الاهلي منه، فبالتالي الاهلي فقد قوه كبيره في التيم بتاعه. ويا سبحان الله، هو نفس المنطق. اول ما النادي الاهلي يمد ايده وياخد اقوى لعيب عندك اللي بيمثل 60% من فرقه الزمالك، نطلع كلنا نصوت ونقول بص بيفرغوا نادي الزمالك، بياخد اللعيبه كلها من نادي الزمالك. انا ما بنكرش، وبالعكس ده انا واحد من الناس اللي طالبت مجلس اداره الاهلي، وهبقى احط لكم المشهد ده بتاع الفيديو ده اللي انا طالبت فيه مجلس اداره الاهلي باللي بيحصل دلوقتي حاليا، ان كل ما تجيلك فرصه ويبقى في لعيب متاح في الزمالك خده، يا رب تقعدوا على الدكه. ما هو انت مش انت بس النادي اللي مصرح لك ان انت تتحالف مع نادي تاني عشان تكسر الاهلي وتنزله وتحرمه من المشاركه في البطولات وتاذيه، وانا لما اجي ارد عليك ابقى انا وحش وبفضل انديه وفي عبر الدنيا، وانا نادي الدوله وانا نادي الاقوى مش عارف من الاتحاد وانا نادي الاقوى من الرابطه، وتقعد توصفني بابشع الالفاظ. هو مش حلال عليك وحرام على غيرك، لا ده سوء انتقالات. انت خدت عبد الله السعيد وانا رجعته من عندك بطريقه ما عن طريق تركي آل الشيخ، ما بننكرش، بس انت لعبت الجيم بمعلمه وخدته، وانا اتصرفت وبرضه خدته منك وعوضته. انت بتقول لي كان صعب جدا 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 تعويضه، لا انا عوضته حبيبي. وعلى راي كابتن سيد عبد الحفيظ، دي مش مقول تاني، دي مقوله كابتن سيد عبد الحفيظ. الموسم اللي وراه البديل بتاعه هو اللي جاب لنا بطوله افريقيا منك انت شخصيا، قفشه. البديل بتاع عبد الله السعيد هو اللي جاب البطوله من حبايه عينك. فانت ليه بتدي نفسك الحق اللي في نفس الوقت عايز تنكره على النادي الاهلي؟
وتنكره على مجلس اداره النادي الاهلي. لا، انا كل ما هيبقى متاح لي فرصه اجيب واحد من قلبك من جوه هجيبه. ما دام انت ابتديت وما احترمتش العلاقات اللي كانت ابتدت تتحسن ما بين النادي الاهلي والزمالك، لا. وما تقوليش الاهلي اللي غدر، لا لا لا. كابتن حسين لبيب طلع مع لميس الحديدي وقال فتوح في نادي الزمالك هيجدد في نادي الزمالك ويمكن يكون في واحد من الاهلي. انت اللي ابتديت، انت اللي خليت نادي الاهلي. ما تقوليش امام عاشور صحيح بالمناسبه، عشان مش تقعد بقى تمسكها لي وتقول لي انت اللي ابتديت بامام عاشور. امام عاشور رجع من الدنمارك، دخل بيتك انت، وانت اللي قلت له امشي روح الدنمارك خلص نفسك وتعالى لي. انت اللي مشيته، انت اللي مشيته. وبالتالي لجأ لحل بديل. ايه هو؟ انا هروح للنادي اللي محتاجني. مين؟ الاهلي. خلاص والموضوع انتهى. ما كانش ماضي معاك عقد زي زيزو كده، وانا جيت في مده مثلا مش المده القانونيه للامضاء، وانا اتفقت معاه وخدته منك. ده موضوع زيزو انت اللي اهملت فيه. ده قالك المفروض تجدد لزيزو من سنه فاتت. انت فين؟ مش معايا فلوس. طب ماشي، ذنب الناس ايه يعني؟ ذنب زيزو ايه؟ الاهلي لو ما تفاوضش مع زيزو كان في 7000 نادي هيتفاوض معاه. واحنا عارفين ان انت بالنسبه لك ال 7000 نادي دول يروحهم مش مشكله، يا رب يلعب في كل نادي فيهم يوم وما يروحش الاهلي. ماشي براحتك، دي مشكلتك، احنا ما بنعتبش عليك ان انت تكره الاهلي او مش عايز الاهلي يبقى اقوى منك. دي حريه شخصيه، ده براحتك وحقك. وانا واحد من الناس ما بحبش ان نادي الزمالك يكون اقوى من النادي الاهلي في السكواد، بالرغم ان انت لما كنت اقوى مني في السكواد في 2020 ماتش القاضيه خدت القاضيه منك برضه. كان معاك سكواد قوي جدا وخدتها منك برضه، مفيش مشكله. واعكس عشان ما بتقولش الاهلي بس، اعكس كمان السوبر الافريقي سكوادي اعلى منك بكتير، وانت قدرت تاخد السوبر الافريقي. وطلعت ساعتها عملت فيديو وقلت لعيبه الزمالك كانت رجاله ولعيبه الاهلي ما كانتش على قد المسؤوليه. ده شيء بيحصل في كل مكان في الدنيا، مش على قدك انت بس. وبعدين ما تعمليش محترف وعالمي ويا ما هنا يا ما هناك، وفي الاخر تيجي تنكر على الاهلي اللي انت بتحب تعمله في الاهلي. بس كده.